الناس مقهوره خايفه وملاقياش حتى طرف ديال الخبز باش تسد جوعها. ولكن وسط هاد الازمه كامله كاين واحد المشكل كبير كيتسارى في دروب ديال مراكش المضيقه وما كيرحم حتى شي واحد. بنات زوينات شابات كيخرجوا للسوق يقضيو غراضهم ولا يمشيو للحمام ما كيعاودوش يرجعوا، وحده مورا وحده كيغبروا بحال الا سرطاشهم من الارض. العائلات كيبكيو بالدم والباشا ديال المدينه حاير راسو غيشيب وما لاقي حتى شي حل يوصلوا البنات فين تيغبروا. السلام عليكم الخوت، نتمنى تكون كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم ايوب موقيت كيف ديما، واحد على واحد هي 11. كون واحد تيدير لايك ويبارطاجي باش تكون من 11 يساهموا في هذه القناه. القصه ديالنا اليوم الخوت قصه غتخلي لحمك يبورش عليك، قصه غترجعنا اكثر من 100 عام للور، الزمن اللي تيقولوا فيه والدينا كانت فيه الحشمه والوقار، ولكن كانت فيه السيبه والغدر، والزمن اللي كانت فيه الروح ما كتسوى والو. ولا باش نكونوا واقعيين الروح كان صعيب يتلقى اللي طيحها، حتى ديك الوقت كان لا الديني التكنولوجي لا والو. القصه ديال اليوم حقيقيه وموثقه، وباللي هاد السيد كان من اخطر المجرمين اخطر السفاحين يشربوا الدم. اليوم غنفتحوا واحد الملف مرعب، ملف السفاح ديال المغرب، وانا متاكد التفاصيل اللي غتسمعوا اليوم عمركم سمعتوها في شي بلاصه واحده اخرى. اليوم غنفتحوا واحد الملف مرعب، ملف الحاج محمد مسفيوي، السفاح ديال المغرب اللي دوخ مراكش وخلى العالم كامل من ميريكان حتى لبريطانيا يهضروا على البشاعه والدمويه ديالو. وجدوا راسكم الخوت، جيبوا كاس ديال اتاي من نعناع ولا قهوتكم، طفيو الضو وحلوا معايا دماغكم مزيان، حيت التفاصيل اللي غتسمعوها اليوم غيخلي العقل ديالكم يتبلوكا. ونبداو على بركه الله باش تفهموا مزيان العقليه ديال هذا السفاح كيفاش قدر يقتل واحد العدد كبير بلا ما يعيق به حد. خاصنا نرجعوا بالزمن لمدينه مراكش سنه 1906. المغرب في هذيك الفتره كان كيدوز من أسوأ المراحل في التاريخ ديالو. تخيلوا معايا هذا الجو كيفاش داير اخوتي، الهجوم ديال الجراد اللي كلا الخضر واليابس والشجر قراع والمحاصيل الزراعيه تكالت، الناس ولات كتموت بالجوع في الزناقي، والامراض والاوبيه ولات منتشره بحال النار في الهاشي. وزيد على هذا الشيء التوترات السياسيه والصداع والتمرد بحماره لنوض الروينه والقوى الاوروبيه اللي كتحوم على المغرب بحال نسور الجيعانه باش تقسموا. الناس في هذا الوقت كانت مشغوله غير كيفاش تعيش، كيفاش تجيب طرف ديال الخبز لولادها. المخزن براسو كان دايخ ومشتت ليه الانتباه وسط هاد المغطات الكحل. وهاد الروينه غتبدا واحد الدائره غريبه، بنات مراكشيات زوينات مازال شابات كيبداو يغبروا في ظروف غامضه بحال كتسلطهم من الارض. بنت كتخرج تمشي للسوق ولا تزور شي جاره وما كتعاودش ترجع لدارهم. العائلات ديالهم كيكافحوا وكيمشيو يقلبوا كيسولوا في كل درب، ولكن الارض بحال تشقات وسرطاتهم. الباشا ديال مراكش في ذاك الوقت السيد عياش بن داود لقى راسو قدام لغز ما عنده لا ساس لا راس. المخزن داروا استنفار، شيوخ خرجوا كيقلبوا في المدينه ولكن حتى حد ما لقى الجواب. الخوف سيطر على المدينه والعيالات ولاو كيسدوا عليهم بيبانهم بالليل والنهار وما بقاوش كيقدروا يخرجوا بوحدهم. شكون هاد الوحش كيخطف البنات وما كيخلي وراه حتى شي اثار؟ واش عصابه؟ واش جنون؟ قضيه كبرات، ولكن الباشا والمخزن كانوا ما قادرين يديروا حتى شي حاجه. في الوقت اللي العائلات كيبكيو الدم على بناتهم والمدينه مقلوبه سفاح على علاها، كاين واحد السيد في السوق سميتو الحاج محمد مسفيوي. هاد السيد كان معروف وسط الناس، خرز بسيط كيرقع الصبابط وكاتب عمومي كيقضي الناس غراضهم في الغراق والبراوات. مني كتشوف فيه كيبان لك راجل شيباني وقور ديما حاني راسو للخدمه، عنده حانوت صغير ومتواضع، ولكن ورا داك الوجه البريء واللحيه البيضاء كان مخبي واحد من ابشع اخبث العقول الاجراميه اللي داز في التاريخ. مسفيوي ما كانش غير كيقتل، كان كيستمتع بالقتل وكان دايرو بيزنس يدخل به العاقه. ولكن مسفيوي بحكم السن ديالو وبحكم انه راجل ما كانش يقدر يستدرج البنات بوحدو في مجتمع محافظ بحال مدينه مراكش. داكشي علاش هذا الشيطان كان عنده شريك في كاع الجرائم ديالو، ومشي اي شريك. شريكتو كانت وحده سميتها الرحاليه، مرا شارفه وعمرها 70 عام. الرحاليه
الرحاليه المراكشيه كانت هي الطعم اللي دايرو مسفيوي في الصناره، كيصيد بيه الضحايا ديالو. بحكم السن ديالها وشكلها، البنات كانوا كيتيقوا فيها وما كيخافوش منها نهائيا. كيفاش في نظركم كانوا كيديروا هاد الجرائم؟ خطه كانت جهنميه مدروسه بالمليمتر الخوت. الرحاليه ديك الشيبانيه كانت كدور في السواق بحال شي ثعلب، كتقلب على الشابات اللي كيكونوا لابسين شي حويجات زوينين ودايرين شي ذهب. وخصوصا في ديك الوقيته ديال الازمه، كيف ما قلنا قبل، الذهب كان كيبان من بعيد بحال شي واحد تايه في الصحراء وبان ليه الماء. الرحاليه كتقرب ليهم، كتبدا تهضر معاهم بالنيه، كتدعي معاهم، وكتعرض عليهم العشاء خفيف بحال شي ضيافه عاديه. كتقول لهم مثلا: يلاه بنتي تاكلي معايا، شاركوا الطعام، راني وحدانيه وديري الرفيسه، وراكي عارفه القصريه تتبغي الجمع. البنت مسكينه بالنيه والحشمه تمشي معاها. ملي كيوصلوا للحانوت ولا للدار ديال الحاج مسفيوي، كيسدوا الباب، كترحب بالبنت، كيحطوا ليهم الماكله، ومن بعد كيسقيوهم بكاس ديال الشراب. ولكن هاد الكاس ما كانش عادي، كان مخلط بواحد المخدر مجد بزاف، كيخلي بنادم يغيب ديك الساعات. البنت كتشرب الكاس، كتدوخ، كطيح ناعسه، ما حاسه بوالو. وهنا كيبدا الحاج مسفيوي، داك السيد الوقور، كيدخل والشر خارج من عينيه، وبكل برودة الدم كيقشلها وهي ناعسه، كيحيد لها المجوهرات والذهب اللي لابسه. ومن بعد باش يطمس المعالم ديالها تماما وما يتعرف على حد، يقطع عليها راسها بجنويه. هي الخوج، تنقول لكم قرنه حقيقيه. الغلطه ديال الحاج مسفيوي كانت ملي طمع في واحد الشابه غبرات بحال الاخرين. ولكن هاد المره العائله ديالها ما سكتوش. العائله ملي شافوا المخزن والباشا ما داروا والو ومسوقين غير للروينه ديال البلاد والتمرد ديال بوحماره، قرروا ياخذوا حقهم بيديهم. ما تسناوش العداله اللي تعطلات عليهم، قرروا يديروا التحقيق بيديهم. بداو كيسولوا الجيران، البياع والشرايه، في الزناقي، في السواق، تيقولوا لهم: عافاكم، شكون اخر واحد شفتوا معاه البنت فلانه فلانيه؟ فين مشات؟ المغاربه واخا تكون روينه العين ديما حاضيه. المغاربه كيف كيقولوا راه كاملين مخزن. الشهود اكدوا ليهم باللي اخر مره بانت فيها البنت كانت غاديه مع الشيبانيه الرحاليه. العائله ما ضيعوش الوقت، الدم كان كيغلي في عروقهم على ود كبدتهم. مشاو ديريكت لدار الرحاليه، طوقوها، خطفوها وداوها لواحد البلاصه خاويه، وبداو كيعذبوها بالعصا باش تقول الحقيقه. الشيبانيه بحكم السن ديالها قدرت تستحمل ديك العصا والتعذيب ديال العائله اللي قلبهم محروق على بنتهم. بدات تبكي في البلاصه وبدات تعترف بكل شيء. من الخيوط كامله بدات كطيح، عاودت لهم بتفصيل ممل كيفاش استدرجات البنت، وكيفاش سقاوها الشراب المخدر، كيفاش الحازم السفليوي الخراس قتلها، قطع جثتها. وماشي غير هادي، العجوز فرقعت واحد القنبله كبيره واعترفت باللي الحاج هو المسؤول على العشرات ديال البنات اللي غبروا في مراكش كامله هادي سنين. في نفس هذا الوقت الخوج، الكاتبه البريطانيه ذات الاصول المغربيه سعيده الرواس كتعاود في كتابها جامع الفناء واحد القضيه خطيره. قالت بلي القصر السلطاني كان صيفط محقق سميتو فاروق العالمي من طنجة لمراكش باش يفك هاد اللغز اللي شوه السمعه ديال البلاد. هاد المحقق ملي جا لقى بلي القضيه كتشبه بالضبط القصه ديال جاك السفاح في بريطانيا اللي كانت وقعت في 1888. وهذا المحقق تعاون معاه واحد السيد سميتو يوسف المهدي اللي كان مكلف بانتزاع الاعترافات بالتعذيب. يعني ما كاين غير العصا وطبيب فرنسي باش يجمعوا الخيوط الجنائيه. نرجع للقصه ديالنا الخوت. ملي الاخ ديال الضحيه والمحققين سمعوا هاد الاعترافات الخطيره من فم الرحاليه، مشاو ديريكت لمكتب الباشا عياش بن داود، حطوا ليه الخبر كامله فوق الطبله. المخزن ملي شاف بلي القضيه فيها سفاح متسلسل، مشاو ديك الساعه مشاو طوقوا الدار والحانوت ديال الحاج المسفيوي، دخلوا عليه شدوه وبداو كيعذبوه حتى هو باش يعترف بالبلايص ديال الجوتات. المسفيوي ملي شاف راسو تزير والعصا طيبات ليه ضلوعو، اعترف بالجرائم ديالو كامله. قال لهم بلي قتل 36 مراه. ايه الخوت، 36 شابه قتلهم بدم بارد. تخيلوا معايا الخوت، طيح 36 روح على قبل شويه ديال الذهب اللي كانوا
لابسين هاد البنات. المخزن دخلوا كيقلبوا الحانوت والدار، كيحفروا ويقلبوا، والمنظر اللي شافوه غيخلي الشيب ينوض لهم في راسهم. والتاريخ ديال هاد الجريمه في المغرب عمرو غيتنسى. وسط الحانوت المتواضع ديالو لقاو واحد البير غارق ومظلم. ملي هبطوا ليه لقاو فيه 20 جثه مقطوعين ليهم راسهم، الجثث محطوطه وحده فوق وحده بحال شي مزبله ديال اللحم بشري. وملي مشاو للجرده ديال الدار اللي جات ملاصقه مع الحانوت، حفروا الثاني ولقاو 16 جثه اخرى مدفونه تما. الحصيله النهائيه كانت 36 روح بريئه تزاقات على يد هاد الوحش اللي كان كيتخبى ورا ديك اللحيه والوقار. السكان ديال مدينه مراكش ملي ساقوا الخبار وشافوا الجثث خارجين من الحانوت، حتى واحد ما قدر يبقى يشوف داك المنظر، وخرجوا للزناقي كيطالبوا باقصى العقوبات. العائلات ديال الضحايا ولاو كيبكيو في الزناقي بطريقه هستيريه، والشعب تحرك وبداو كيطالبوا بالعداله والانتقام. المخزن باش يبرد الغضب ديال الشعب تحكم عليه في البدايه بحكم عرفي نهار 2 ماي 1906. القتل صلبا، يعني صلبوه قدام الناس حتى الموت. ولكن التمثيليه الدبلوماسيه الاجنبيه اللي كانت في المغرب ديك الساعه دخلات وقالت بلي الصلب فيه همجيه ووحشيه، وطالبوا باش يتبدل الحكم الموت شنقا ولا قطع الراس. المخزن استجاب للضغوط الاجنبيه، ولكن قبل ما يموت ويمشي في حاله قرروا يخلوه يذوق شويه من العذاب اللي عيشوا لدوك البنات البريئات. جابوا الحاج مسفيوي والرحاليه، ركبوهم فوق واحد الحمار وداروا بيهم في مدينه مراكش كامله باش الناس تشوفهم وهما كيغوتوا وكيعترفوا بالجرائم ديالهم قدام كل شيء. والناس كتلوح عليهم الزبل والبريم ديال الحمير حاشاكم والبغال. ومن بعد هاد الشوهه دخل المسفيوي لواحد الطريق ديال العذاب النفسي والجسدي اللي ما يمكنش الخروج. كل نهار كيجيبوه للساحه كيعطوه قتله ديال العصا، الجلد القاسي قدام الناس، وفي الاخير كيضربوه 10 ديال الضربات بواحد العصا مصنوعه من الخشب بشوك حتى كيولي لحمهم عامر ببقع ديال الدم. بقاو على هذا الحال كيتجلدوا ويتعذبوا كل نهار لمده ديال 4 سيمانات. المخزن قرر ان هذا الوحش خاصوش يموت موته عاديه بحال الشنيق ولا قطع الراس. قرروا يبنوا عليه حي وهو باقي حي وكيتنفس. تخيلوا معايا الديكور الخوت. جابوا 2 ديال البنايه حرفيين، حفروا واحد الثقبه في الحيط الغلاط ديال البازار في الساحه ديال السوق. الثقبه كان الغرق ديالها تقريبا نص متر، وفي العلو ديالها شي متر و 80 سنتيم، يعني مقاده على قد الطول ديالو باش يبقى واقف وما يقدرش يجلس. داروا ليه السلاسل ديال الحديد غلاط في الحيط من اللور باش يربطوه وما يقدرش يتحرك ولا يهرب ويبقى ديما واقف. ملي جابوه باش يدخلوا لديك الزنزانه، مسفيوي اللي كان كيقتل البنات بدم بارد بدا كيبكي بحال شي دري صغير، كيزاوق ويطلب الرحمه وتقاتل مع المخزن وما بغاش يدخل غير بزز من الخلع. ولكن الناس اللي كانوا حاضرين وعائلات الضحايا ما حسوش بالشفقه من جهته، بقاو كيلوحوا عليه الزبل وكيعايروا. ربطوه بالسناسل زيروه مزيان، والبنايه بداو كيستفوا الياجور والسيمه كيبنوا عليه الحيط طوبه مورا طوبه. من بعد واحد ساعتين الناس كانت ساكته كيتفرجوا في هذا المنظر الخطير، ولكن كل مره كيسمعوا كيغوت لداخل ويبكي كيبداو يغوتوا حتى هما وفرحانين بالانتقام. الصوت ديال الحاج مسفيوي بقى كيتسمع كيبكي كيزاوك وكيطلب الماء من ورا داك الحيط المظلم مده 2 يوم 2 ديال الايام وهو كيغوت والناس كتسمع حتى النهار الثالث سكت الصوت ديالو. مات مخنوق وعطشان، والناس اللي كانوا حاضرين ما عجبهمش الحال وتقلقوا حيت حسوا باللي مات دغيا في 3 ايام وما تعذبش مزيان مقارنه بديك المجزره اللي دار في 36 بنت حيد لهم ريوسهم. اما الشيبانيه قطعوا لها راسها. هنايا الخوت غتكون سيرة القضيه الخطيره ديال اليوم ديال الحاج مسفيوي، قضيه داز عليها اكثر من قرن ولكن بقى محفوره في التاريخ الجنائي المغربي كأول وأبشع قاتل تسلسلي موثق عرفاته البلاد. قصة كتعلمنا وكتأكد لينا بلي الشيطان يقدر يتخبى في عباءة الوقار والدين، وبلي الطمع والفلوس والمجوهرات كيعميو القلوب وكيخليو بنادم يذبح خوه بدم بارد بحال اللي كيذبح شي دجاجه. المهم الخو، شكرا بزاف حيت بقيتو متبعين معايا هذا الملف الطويل
والمعقد حتى لهاد الدقيقة. إلا كنتي من هاد الناس ما تنساش تهبط تخلينا تعليق في رقم 11 باش نعرفك بقيتي معنا حتى لهنا. كنتمنى نكون توفقت باش نوصل لكم هاد الأحداث التاريخية بدقة وبتشويق. تهلاو لي في راسكم بزاف الخوت، حتى القضية أخرى وملف جديد وفيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.